الجزائرية وساقية سيدي يوسف التونسية تاريخ نضالي مشترك يسجل بطولات من الكفاح التحرري وصور أخرى للهمجية الاستعمارية الفرنسية التي اقترفت حينها أبشع جريمة دموية في حق الشعبين الجزائري والتونسي عند الشريط الحدودي للبلدين. سياسة استعمارية جاءت بعد النجاحات الباهرة التي حققتها الثورة التحريرية سياسيا وعسكريا. الضربة قوية وقاسية رأى فيها الاستعمار الفرنسي حيلة لكسر الدعم التونسي للثورة التحريرية المظفرة، فأخرج أسطوله الحربي الجوي ونزل على شعب أعزل بالتقتيل والتشريد والتنكيل. غير أن الحيلة عادت على مهندسها وعرت للرأي العام الدولي حقيقة الاستعمار، وأثبتت عدالة الكفاح الجزائري والتضامن التونسي مع الأشقاء في الجزائر ضد مستعمر عرفه وحفظ أساليبه الوحشية. بل النتيجة كانت أعمق من ذلك، حيث توحد النضال المغاربي ووقعت مرحلة جديدة من الكفاح ضد الاحتلال الفرنسي، ومنها تأكد اقتناع الرأي العام الدولي أن القضية الجزائرية قضية تحرر من مستعمر غاشم، فحضر الملف الجزائري بعدها في مختلف اللقاءات الدولية. أحداث ساقية سيدي يوسف التاريخية التي وسمت الإخوة الأشقاء بشرف الشهادة في سبيل تحرير الوطن وتحقيق السيادة تظل وبعد 47 عاما برهانا للتضامن الجزائري التونسي ومثالا للتضحية والفداء في سبيل التحرير والسيادة. ونبقى مع صفحات ذات